وقت اللي منقلكن لا تسمحوا للتاريخ يتزور، عم نحكي من فراغ. لأنه كل فترة بيطلع لك واحد هبور هردبشت حقه نص فرنك بساعة الغلا، بيطلع وبيبيض وبيحكي مثل أخو اللي هو منه سيف السبيعي يلي قال ما سقط النظام بس الرئيس تغير. لك يا حبيب حالك، انت أخوك عامر الله يرحمه حاربته وعاديته لأنه بس كان ثائر ضد معلمك ولي نعمتك بشار الأسد. انت شو دقت من النظام المجرم يلي ناصرته لحتى تقول ما سقط النظام؟ انت شو شفت لحتى تقول ما سقط النظام؟ يعني ما بعرف، في شيء انت يعني كل ما انتسيت كل ما متت بترجع بتبين حالك قدام العالم من خلال الترندات السلبية، من خلال مسبات العالم يعني ولا مسبتك عادية يعني بالنسبة لإلك؟ ما رح نهاجمك أكثر من هيك احتراما لأخوك الله يرحمه عامر. انت شو بعدين شو متأملين من هيك شخصيات؟ طبعا سيف في مثله كتير، يعني كتير في مثله، هو شخص من كتير بيصطادوا بالمي العكرة. انت شو شفت؟ انت شو شفت من ظلم بشار الأسد ونظامه؟ جربت يكون فوقك طيران؟ جربت تكون قاعد انت ومرتك وولادك ومتخباين تحت الدرج لتهرب من قذيفة؟ جربت تعيش اللي عاشوه أهل الغوطة اللي شموا ريحة الكيماوي؟ جربت تطلع على مخيم تشوف الناس كيف عايشة؟ جربت وجربت وجربت. انت شو شفت؟ انت شو شفت لحتى تطلع وتقول ما سقط النظام؟ حبيبي، سقط النظام غصب عنك، غصب عنك سقط النظام وسقط معلمك، وابكي بترتاح.